حسنا يوزرسيف، الدور لك. ما هو تعبيرك للرؤيا؟ ليس تعبيرا يا عالي المقام، أنا سأنبئكم بتأويل رؤياكم. التأويل والتعبير، ما الفرق بينهما؟ أصل التعبير مبني على الحدس وظن المعبر، وتحققه ليس قطعيا. أما التأويل فمتجذر في الحقيقة الملكوتية للرؤية، وما أقوم بتأويله قطعي الحصول ومتحقق لا محالة، ولا سبيل للتبديل والتغيير فيه أبدا. أن لك كل هذه الثقة يوزرسيف، فأنت شديد الثقة بتأويلك. ذلك من عند الله ربي، ولا أقول شيئا من عند نفسي، بل ربي هو الذي أتاني علم التأويل. ما تقوله أنت ادعاء فارغ، والطريق طويل قبل أن تثبت حقيقته. ما تزعمه أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام. إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا، وسوف أقوم بتبيان حقيقة الرؤيا، وسوف أثبت لكم قدرة ربي. إن لم يكن مانع لدى جناب الخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤيا. لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة، أليس صحيحا؟ أجل، لا نشكك في هذا. هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كذلك. أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد، والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر. والحال هذه، ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على 7 سنوات من وفرة المحصول و7 سنوات من القحط والجفاف والجوع؟ أحسنت يوزرسيف. هذا أفضل التفاسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي. هذا تعبير صحيح ودقيق. أنا أجل وأحترم يوزرسيف. رأيت جناب الخماه؟ ألم أقل إن هؤلاء حفنة رجال مدعين لا نفع يرجى منهم؟